فضيلة الشيخ، أهلا بك ومرحبا في لقاء الإيمان. الرؤيا من غير الأنبياء والصالحين، الرؤيا أيوة من غير الأنبياء والصالحين، نعم. هل تكون صادقة؟ قد تكون صادقة للمعبر مش للرائي. ملك مصر لما رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، وبعدين جه سيدنا يوسف راح حللها، يبقى الرؤيا جايه لمين؟ له ولا للمعبر؟ لعظمة المعبر، بدليله انه اللي وياه قالوا ايه؟ وما نحن بتأويل الأحلام هذا أضغاث أحلام. جه سيدنا يوسف قال لا، ده كلام اقتصادي. نعم. وهذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. نعم. أي أنها من الممكن أن تكون صادقة نعم. لغير نعم. الأولياء والأنبياء. علشان إثبات كرامة المؤول. ما قول سيادتك في الأولياء؟ أنت سميتهم أولياء، ما دام سميتهم أولياء ما تسألنيش فيهم. سمعت الكثير من الناس ما دام سميتهم أولياء تسألني فيهم بقى. ثم اللي يرى في واحد شيء وشاف له معه تجليات ما يقدرش ينكرها بقى. يفرض ان انا قاعد مشغول بحاجه كده ولقيت في المنام سيدنا الحسين جالي، وقال انت ايه زعلان ليه؟ وبعدين لا انا لقيت الحل، ابقى انا اروح لوش بقى، انا هروح غصب عني. اللي ربنا يبارك له في خاطر يستعمل، وما ياكلوش ما تروحلوش تاني. هو انا لما ما الاقيش له نفع وياه هروح له تاني ولا اروح له ولا اسال عنه. اسمح لي فضيلتك أن استعرت هذا التعبير من محدثي، يعني اللي بستمع إليه يقول لي أنا سمعت مثلا كثير من الناس يقول أنا رايح لفلان ده من أولياء الله الصالحين. ما معنى إنه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ إيه مش كده هي الآية؟ نعم. نشوف إيه؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. نعود للرؤية، هل لها سبب طبي أو نفسي؟ الرؤية لا ده خاطر أعلى، ده السبب الطبي والنفسي دي تبقى بقى أضغاث أحلام بقى. نعم. بس هي كده تجليات إشراقية بس. نعم. لما يوسف رأى الرؤيا في صاحبي السجن، يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرة وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وبعدين يحصل أؤمن بقولش أقول يوسف بقى مخرف كش. ما حكم الرجل الجنب إذا حمل الراديو ومنه يطلق قرآن كريم؟ ما حكم الرجل يسير في الطريق، نعم، ويحمل راديو صغير في احد اجنابه في جيبه، نعم، والراديو بايات من القران الكريم ولا شيء، ورجل جنب ولا شيء، لا شيء، ده مفصول عنه، لا شيء. أصل في قوله سبحانه انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. الآية ذهب للملائكة إنما ليه العلماء خلوها تنسحب على ده حتى لا يجعلوا القرآن كأي كتاب يجترع عليه بدون احتياط مسبق، إن ده ما حدش يعمله. فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، الحلي تستخدمه المرأة للزينة وفي نفس الوقت هو كنز وادخار، فكيف تحدد زكاته؟ زكاته يوزن كل موسم وتخرج عليه الزكاة. هذا إذا كانت جايباه عقدة للزمن، فإن كانت جايباه عقدة للزينة نقول إن كنت تتزينين به يبقى معفي، بس بشرط إن ما يبقاش عندك طعم حلقان وطعم أساور وطعم حاجة واحدة. وأهل الورع يزكون على الكل. الزوج يحتم على زوجته ألا تعرض نفسها على الطبيب الرجل ويطلب منها أن تعرض نفسها على طبيبة. ما دام في طبيبة ما إلا أن يكون أنبغى منها أو دي لسه مش مستوية طبيا. هكذا تقول الزوجة، تقول أن الطبيب له كفاءة خاصة
تختلف عن كفاءة الطبيبة التي خلاص انتهت ولا شيء. لا حرج. نعم. الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. بعض الكتاب الذين لم يتفقهوا في الدين يرون أن في تنازل الحسن رضي الله عنه عن الثأر لأخيه الحسين برغم وجود جيش مجهز للقتال أدى إلى مساوئ كثيرة أضرت بالإسلام. إذا كان لم يحارب وأدى إلى مساوئ فكيف لو سجلها بدماء؟ يبقى إيه الحكاية؟ ثم لماذا يرفع عن نفسه وساما وضعه فيه رسول الله حينما يقول ولدي هذا سيصلح الله به بين جماعتين من المسلمين؟ كيف يهدم هذه؟ يقول له لا أنا عايز أهدمها مش هعملها، ولا يبكي على هذا الشرف؟ يبقي على هذا الشرف. يبقي على هذا الشرف. إذن لا مجال لهذا. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن كلمة التفسير العصري للقرآن. هل معنى هذا أن للقرآن أكثر من تفسير؟ يا سيدي، القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وصفة الكمال في الله لا تتناهى. فلو أن القرآن أعطى كنوزه في عصر محمد صلى الله عليه وسلم لاستقبل بقية القرون بلا عطاء، ويريد الله أن يمتد عطاؤه امتداد دعوته إلى أن تقوم الساعة. ولذلك جاءت الأشياء التي فيه تباعا، كل ما العقل ارتقى نبقى نديله حته، كل ما العقل ارتقى يبقى يديله حته، وبذلك يظل عطاء القرآن مستمرا. ثم الكون الذي فيه أسرار وعجائب، هذه الأسرار والعجائب ربنا جعلها مصونة إلى أن تكتشف، وتكتشف من الخلق أنفسهم، عشان ما يقالش إنها معمولة عشان توافق الله. فلما تكتشف من الخلق نقوم نعلم أن الذي كان غيبا علينا أصبح مشاهدا. فإذا حدثت عن غيب غيره أبقى صدقه، لأن حصل إن غيب وأنا صدقته. نعم. نعم. ولا داعي لأن نسأل طبعا في هذا المجال ما هو أفضل تفسير، لأنه طبعا لا، ما فيش القرآن. لو أن الإنسان يبيح لنفسه أن يفسر القرآن لكنا تركنا القرآن ليفسره من أنزل عليه. وما دام هو، لأنه لو فسره ما نقدرش نتعتع، يبقى حجر على العقول، والعقول ما تطيقش، لأن لو حدثهم بأشياء زي اللي بتحدث الآن كانوا ينصرفوا عن الدعوة. سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل إلى نهاية حديثنا هذه الليلة مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. نترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.